هاي شباب، وعدنا مرة أخرى إلى قناتكم قناة مينا والأستاذ خروف. في البداية بنشوف القناة متابعة القناة واللايك ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا في البداية بتأسف على فترة الغياب الطويلة، معلش طبعا كنت تعبان جدا، ولكن الحمد لله طبعا العودة من جديد لكم إن شاء الله. طبعا عايزين دعم قوي على السلسلة طبعا، لأن احنا داخلين على مباريات وفترة قوية جدا. وطبعا هنبدأ النهاردة بالحلقة بعنوان تحليل كامل وشامل لمباراة الزمالك والترجي التونسي، طبعا اللي هتتلعب في تونس في مدينة رادس، أو كمان مباراة الأهلي وصن داونز اللي هتتلعب هنا في مصر في استاد الأهلي والسلام. وهنتكلم كده عن ترتيب مجموعات الفريقين، فرص الفريقين في الصعود، وكمان ممكن نضيف بعض المباريات الهامة طبعا في الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي. وممكن كمان نحط في هذه الحلقة إن شاء الله الكونفدرالية، لكن طبعا بعد تفكير هنخلي مباراتين بيراميدز وفيوتشر طبعا اللي هيلعبوا في الكونفدرالية غدا هيبقوا في حلقة منفصلة بكرة إن شاء الله. طبعا علشان يعني الحلقة مدتها ما تطولش، تكون حلقة معقولة. في البداية طبعا الأهلي يعتبر دي تاني مبارياته، بالرغم من إن دي تالت مباراة في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ولكن دي تعتبر تاني مباراة للأهلي، لأن الأهلي تأجل له أول مباراة في دوري المجموعات طبعا علشان خاطر مشاركته في كأس العالم للأندية. فدي هتكون تاني مباراة له فقط أمام سان داونز. طبعا الأهلي لعب أول مباراة خارج أرضه أمام نادي الهلال السوداني في السودان، ولكن طبعا للأسف الشديد خسر بهدف نظيف طبعا من ضربة ثابتة في السودان في ملعب الجوهرة الزرقاء. وطبعا ده أثر سلبا شوية على الأهلي طبعا، لأن زي ما قلت لكم قبل كده وزي ما كنت بتكلم دائما في الحلقات اللي فاتت، إن أهم حاجة الفرق اللي هي بتبقى التصنيف التالت والرابع دول، إن أنت تجمع منهم أكبر نقاط، لأن التصنيف التاني يبقى قوي شوية. يعني سان داونز هيبقى صعب قوي الفوز على سان داونز في استاد في استاد وفي جنوب أفريقيا. هيبقى صعب قوي في طبعا جنوب أفريقيا هيبقى صعب عليه الفوز، ولكن ممكن يعني وممكن برضه كمان تبقى صعب الفوز الأهلي على سان داونز في القاهرة. ممكن يتعادلوا مثلا، أو ممكن حتى سان داونز يفوز، لأن برضه فريق كويس على فكرة، فريق قوي. ولكن طبعا دي عملية طبعا بتبقى صعبة شوية، لأن كان ممكن مثلا على أقل تقدير الحصول على نقطة خارج الأرض من الفرق التصنيف التالت، دي بتسهل شوية. ولكن طبعا الأهلي يقدر يعملها ويتأهل مرتاح طبعا، لأن احنا كلنا عارفين إن الفرق بتتأهل أول وتاني. يعني عادي الأهلي يتأهل تاني مجموعة 3 مرات متتالية، والتلات مرات المتتالية لعب نهائي، وخد البطولة مرتين طبعا، وخسرها مرة السنة اللي فاتت من الوداد المغربي في المغرب. فما فيهاش أي مشكلة طبعا، ولكن مباراة الأهلي وصن داونز مباراة قوية جدا، لأن صن داونز داخل البطولة بكل قوة. صن داونز فاز في مباراتين متتاليتين طبعا. فاز طبعا على القطن حصلة المجموعة، وفاز على الهلال السوداني. فده طبعا مديله نقطة قوة كبيرة كبيرة جدا طبعا، اللي دخل ب6 بونت. في حال مثلا لو يعني فاز على الأهلي النهاردة يبقى معاه 9 بونت، خلاص كده يبقى يعني خلاص مهمته اتسهلت بنسبة كبيرة قوي. والأهلي هتبقى مهمته صعبة شوية، لأن هيبقى لسه عنده ماتش كمان مع سان داونز خارج الديار، ومش هيبقى قدامه فقط بس غير 9 بونت أو 10 بونت بالكتير، فهتبقى العملية صعبة شوية. ولكن أتوقع يعني فوز الأهلي. صن داونز عنده أسلحة قوية جدا، يعني مثلا لو بصينا على أهم أسلحة طبعا نادي صن داونز الجنوب أفريقي، هنلاقي طبعا لعيبة كتير كويسة جدا، زي مورينا طبعا اللي سجل قبل كده هدف فوز في الأهلي، وزي لاعب كده طبعا جديد جايبينه سجل، لا طبعا جديد جايبينه سجل هدفين في مرمى القطن. طبعا مش عارفه الحقيقة، لأن هو
اسمه صعب شوية، ولكن الحقيقة ده هداف قوي قوي ولاعب خطير. دي يعتبر أهم أسلحة سان داونز، وبرضك يعتبر فريق قوي جدا، وفريق عنده إمكانيات عالية جدا جدا جدا، ولكن يقدر الأهلي يعني يفوز. يقدر الأهلي يفوز عليه طبعا، ولكن مش بسكور. يعني ممكن يفوز مثلا 1-0، مثلا ممكن يفوز 2-1 كده، ولكن لازم لعيبة الأهلي تقدم أقصى ما عندها للتأهل طبعا، لأن صن داونز فريق قوي. ده بالنسبة لتحليل مباراة الأهلي وصن داونز، وكل التوفيق طبعا للأهلي. نروح لمباراة الزمالك والترجي. الزمالك والترجي التونسي طبعا. الزمالك للأسف طبعا عمل خطأين كبار جدا في بداية المجموعات. حد يقول لي هما؟ أول خطأ طبعا الخسارة من نادي شباب بلوزداد الجزائري هنا في القاهرة طبعا. وزي ما قلت لكم، الخسارة على أرضك من الفرق خصوصا صاحبة المركز الثالث والرابع بتبقى حاجة صعبة جدا، والزمالك بتبقى دايما سبب خروجه هو خسارة النقط من الفرق اللي في المركز الثالث والرابع، اللي هما ما بيجمعوش منهم نقط من المباريات السهلة. وطبعا خرجوا السنة اللي فاتت ب4 نقط، السنة اللي قبلها ب8 نقط. السنة دي مفيش في ماتشين بس غير نقطة، ولسه كمان في مباراة أمام الترجي في تونس. طبعا الترجي التونسي طبعا فريق كويس جدا وفريق عنده إمكانيات كويسة، ولكن طبعا الزمالك لازم يفوز على الترجي أو حتى يتعادل علشان يبقى له فرصة في التأهل، لأن الترجي كمان بسم الله ما شاء الله يعني السنة دي عامل شغل. طبعا الإخوة في تونس عاملين شغل كويس جدا، يعتبر فوزين في مباراتين أرقام كويسة جدا. فازوا على المريخ بصعوبة طبعا بس بأداء كويس جدا، وأيضا فازوا على شباب بلوزداد رغم إن هي برضك بصعوبة شوية ولكن بأداء رائع جدا. شباب بلوزداد فريق كويس برضك. اللي عارفين كلنا الفرق بتاعة شمال أفريقيا دايما بتتميز بالالتحامات وبتتميز بإهدار الوقت والكلام ده، فطبعا بيبقى في صعوبة شوية في مواجهتها، وخصوصا لما بيكون خارج الديار طبعا، لأن الترجي في تونس طبعا جماهيره كتير جدا. طبعا يعتبر له شعبية قوية في تونس، فبيبقى في عدد كبير من الجماهير بيدعمهم في تونس، فده طبعا بيأثر بالإيجاب طبعا على فريق اللي بيلعب في أرضه، فبيأثر بالإيجاب على الترجي التونسي، وبيأثر شوية بالسلب على طبعا الزمالك، لأن بيبقى أوقات بردك في خروج على النص من بعض المشاكل طبعا، وبيبقى في إطلاق شماريخ والكلام ده طبعا في تونس. طبعا هو كل بلدان العالم طبعا بيبقى فيها بعض المشاكل، وكلنا شفنا طبعا مشاكل في نهائي دوري الأبطال، ولكن إن شاء الله طبعا ما تحصلش أي مشاكل. وكل التوفيق طبعا للزمالك، وإن شاء الله الزمالك يفوز. طبعا أتمنى الفوز ولكن أتوقع التعادل. هل ممكن الزمالك يفوز؟ طبعا ممكن الزمالك يفوز، مفيهاش أي مشكلة، ولكن طبعا بشرط التأمين الدفاعي. كلنا شفنا الزمالك السنة اللي فاتت اتقدم على الوداد المغربي في تونس، وكان اتقدم على الوداد المغربي في المغرب طبعا، وطبعا كان عامل شغل قوي جدا أمام الترجي قبل كده في تونس، وخسر بهدف نظيف طبعا بس، وقدر يتأهل طبعا في النسخة اللي وصل فيها النهائي أمام الأهلي طبعا، وكمان قدر إن هو يعمل شغل أمام الوداد ويسجل الهدف الأول. ولكن طبعا مشكلة الزمالك اللي شايفها شوية في الدفاع. زي ما قلت لكم طبعا مشكلة غياب الونش وكده طبعا مأثرة شوية في الدفاع، ولكن يعني في الفترة الأخيرة شايف الزمالك إلى حد ما دفاعيا بقى أفضل بكتير طبعا، وبقى بيدافع كويس طبعا. كل التوفيق للزمالك. نروح بقى إلى مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي. طبعا خلصنا كده أهم مباريات دوري أبطال أفريقيا، وخصوصا مباراتين الزمالك والأهلي. نروح بقى نبص على الدوري الإنجليزي. طبعا النهارده في الدوري الإنجليزي في كمية مباريات كتيرة جدا، وفي كمية مباريات قوية جدا جدا جدا. في البداية لو بدأنا إيفرتون أستون فيلا. طبعا أنا شايف فرص الفريقين تعتبر شبه متقاربة، لأن طبعا إيفرتون بعد ما غير مدربه يعني بدأ يتحسن شوية، وخصوصا الفوز على الأرسنال طبعا كان حاجة إيجابية جدا 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 جدا. ودلوقتي هو في المركز السادس عشر ب21 نقطة. أستون فيلا معاه 28 نقطة. أستون فيلا على فكرة فريق كويس أوي، بيقدم برضه كرة كويسة مع أوناي إيمري،
ايفرتون برضك يعني بدأ يتحسن شوية، خصوصا ان هو في اخر 3 مباريات فاز في مباراتين، رقم كويس قوي على فكرة، مش حاجة وحشة يعني في الفريق. واعتبر برضك فوزه على ارسنال حاجة كويسة. امام ليفربول طبعا ما كانش كويس قوي، ولكن حاول، ولكن اتوقع طبعا تعادل الفريقين مثلا 1-1. نطير بعد كده الى المباراة اللي بعدها. في طبعا بعض المباريات الهامة جدا يعني النهاردة، خصوصا أرسنال وليستر سيتي. طبعا أرسنال خسر من مانشستر سيتي 3-1. حصلت له بعض المشاكل، ولكن أنا شايف في وجهة نظري طبعا إن كويس جدا أرسنال إنه رجع تاني لصدارة الدوري، وخصوصا إن هو استغل خسارة السيتي نقطتين أمام نوتنغهام فورست. ما كانش في حد يتوقع نهائيا طبعا خسارة النقطتين دول ليهم. فدلوقتي بقى فرق نقطتين ومباراة، يعني لو طبعا المباراة دي فاز فيها الأرسنال، المباراة المؤجلة دي، هيبقى الأرسنال فرق 5 نقاط. ولسه طبعا في مباراة بينه وبين السيتي، طبعا ممكن السيتي يفوز بس هيبقى فرق نقطتين، يعني برضك يبقى لسه له فرصة. ولكن الأرسنال السنة دي لأ، بيقدم كرة كويسة، بيقدم أداء كويس. أنا شايف دي نتاج عمل كبير ونتاج مشروع قوي جدا. الفريق بيتحسن، الفريق ماشي كويس، الفريق دلوقتي في اليوروبا ليج لسه موجود، الفريق في الدوري لسه متصدر رغم قوة السيتي، رغم صفقات تشيلسي الكتير جدا اللي بيعملها، رغم قوة ليفربول حتى. ولكن طبعا ليفربول دلوقتي طبعا عناصره وإمكانياته طبعا موجودة، ولكن مش قادر طبعا يعني يستغلها بشكل كويس. فليستر طبعا سيتي طبعا حاليا مش في أفضل أحواله. ليستر سيتي في المركز ال14 ب24 نقطة، رغم احنا كنا بنشوف كتير قوي ليستر سيتي في المراكز الأربعة الأولى، الخمسة الأولى بالكتير. فطبعا يعني دي بتبقى الفريق زي ايفرتون، فرق بتبقى كبيرة بس بيجيلها تعثرات قوية. فطبعا شايف فوز الأرسنال. بعد كده نروح نبص طبعا على باقي المباريات الهامة والهامة جدا. في طبعا ويست هام ونوتنجهام فورست، أتوقع فوز ويست هام يونايتد. ليدز يونايتد وساوثهامبتون أتوقع التعادل. بورنموث ومانشستر سيتي، أتوقع إن مانشستر سيتي هيفوز بسكور كبير جدا على بورنموث. بورنموث فريق ضعيف جدا، رغم إنه مش في المركز الأخير ولا حتى في مركز الهبوط، بس هو يعتبر فرق بينه وبين آخر مركز 3 نقاط، بينه وبين المركز ال19 نقطتين، بينه وبين المركز ال18 اللي هو ويست هام نقطة. مش حاجة يعني صعبة قوي إن هو يهبط، لأ سهل جدا إنه يهبط. وكمان خصوصا إن هو يعتبر من أقل خطوط الدفاع في الدوري الإنجليزي، فريق واخد 44 هدف، ده واخد بس 9 من ليفربول، يعني ده رقم كبير جدا، وتقريبا يعني حاجة كارثية يعني. يعتبر هو أضعف خط دفاع كمان في الدوري الإنجليزي. نروح بعد كده نكمل سلسلة المباريات اللي باقية. طبعا هو خلاص تقريبا مش باقي مباريات كتير. طبعا احنا بنتكلم على أهم المباريات بشكل خاص طبعا، وكل المباريات بشكل عام طبعا بنتكلم عليها. أيضا في ليفربول وكريستال بالاس. طبعا ليفربول رغم إن هو بدأ يعني كان يتحسن وعمل أداء رائع جدا زي ما قلت لكم في الدوري أمام إيفرتون وأمام نيوكاسل، وبدأ يعني كل جماهير ليفربول طبعا وكل محبي ومشجعي ليفربول إن هم يتفائلوا بليفربول. وحتى في مباراة ريال مدريد طبعا تقدم بهدفين في أول ربع ساعة، وكان حاجة كانت صدمة كبيرة طبعا لكل عشاق ومحبي ريال مدريد، وكل محبي وعشاق ليفربول قالوا خلاص ليفربول اتأهل. ولكن للأسف رد ريال مدريد رد قاسي ورد قوي ورد وحش قوي ب5 أهداف طبعا. وال5 أهداف طبعا فيهم أخطاء كارثية من الدفاع وأخطاء كارثية من حارس المرمى أليسون بيكر، وجوان بتخش بطريقة مضحكة، وأليسون بيكر بيشوط الكرة في فينيسيوس تخش جون، وبنزيما بياخد أليسون بيكر يمين وشمال ويبهدله طبعا للأسف الشديد. فطبعا للأسف طبعا ليفربول صعب جدا إن هو السنة دي يخرج بأي بطولة، إن هو يعتبر خلاص خرج من كأس الاتحاد، خرج من كأس الرابطة بنسبة مثلا نقول لا يقل عن 95%. خلاص هو خرج دوري الأبطال، لأن هو على أرضه خسران 5-2. طبعا عارفين كلنا إن طبعا موضوع الهدف خارج الأرض بهدفين ده اتلغى خلاص.
فهو عايز على الأقل 3-0 في البرنابيو علشان يقدر يعني يتعادل مع ريال مدريد ويلعب مع ريال مدريد يعني مثلا اكسترا تايم وضربات جزاء وكده. طبعا العملية بقت صعبة جدا خلاص. ولما طبعا نيجي لمباريات دوري الأبطال هكلمكم، فخلاص يعتبر موسم ليفربول انتهى صفري. هو بس كل آماله أو كل طموحاته إن هو يحاول في الدوري الإنجليزي، حتى إن هو مثلا ياخد مركز رابع مركز تالت، رغم برضك إنه صعب جدا، بس يحاول علشان يقدر يخش دوري الأبطال السنة الجاية، لأن دوري الأبطال كده صعب جدا يدخلوا. برضك كريستال بالاس مش فريق قوي يقدر يفوز عليه، ولكن طبعا ربنا يستر عليه، لأن ليفربول بيجي أمام الفرق السهلة وبتشوف قدام ليدز وقدام فرق سهلة جدا بيفقد نقط بطريقة مضحكة. طبعا آخر مباراة غدا توتنهام وتشيلسي. طبعا توتنهام وتشيلسي كلنا فاكرين الدور الأول كانت مباراة قوية جدا وانتهت 2-2، ولكن طبعا دلوقتي اتغيرت خالص. تشيلسي طبعا للأسف الشديد لسه خسران من ساوثهامبتون، وكل جولة بيخسر من فرق ضعيفة جدا ومش قادر يقدم أي حاجة، ورغم إن هو عمال يجيب في صفقات ولكن الفريق مش متجانس. فأنا أتوقع فوز توتنهام، ولكن مش بسكور كبير، ممكن مثلا 2-1 أو 2-0، أو مثلا ممكن يفوز 1-0. ده بالنسبة للدوري الإنجليزي وأهم مبارياته. طبعا بتأسف جدا لأن الحلقة طالت. بكرة طبعا. طب ممكن نبص بس على الدوري الأسباني عشان لو في مباريات النهاردة بس السبت نحللها. يعني نبص بردك على مباريات الفرق التقيلة. أتوقع طبعا أكيد ممكن يكون النهاردة في مباراة قوية بردك نتكلم عنها، وبعد كده نختم حلقتنا. لا برشلونة طبعا هيلعب بكرة، فمفيش أي مشكلة نحلل مباراته بكرة مع مباريات بكرة. في مباراة النهاردة قوية جدا وديربي قوي جدا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. طبعا أتلتيكو مدريد فريق كويس وبيحاول، ولكن هو حاليا في المركز الرابع وفارق كبير قوي عن الريال بفارق 10 نقاط. وما توقعش ان الريال طبعا هيفوت الفرصة دي. الريال رغم انه ماشي بقوة في دوري الأبطال، ماشي كويس في كأس الملك، ماشي كويس في كل حاجة، ولكن هو في 8 بونت في الدوري. طبعا هيحاول ان هو يفوز على اتلتيكو. اتوقع فوز ريال على اتلتيكو، بس ممكن بنتيجة 2-1 او 1-0، لان اتلتيكو برضك وسيميوني من المدربين الدفاعيين قوي. وطبعا انا مبحبش الدفاعي قوي، انا طبعا بحب يعني ادافع لما اكون كسبان او كده، ولكن الطريقة الكويسة هي التوازن بين الدفاع والهجوم. طبعا ده بالنسبة لي مباراة الريال. طبعا نشوف برضك لو في مباراة النهاردة، لو مباراة باقية بكرة طبعا هيتم تحليلها بكرة إن شاء الله. طبعا طبعا بكرة باريس طبعا، فهيتم تحليل مباراته غدا مع مباريات الغد. ويتبقى لينا الإنتر والميلان واليوفي طبعا في الدوري الإيطالي والدوري الألماني، بس كده هما اللي باقيين. هنبص بصة سريعة عليهم، وبعد كده لو في طبعا مباراة هتتحلل النهاردة هيتم تحليلها، لو ما في مباريات النهاردة مش هتبقى. لا طبعا النهاردة في مباراة قوية جدا في الدوري الإيطالي طبعا للمتصدر نابولي، داخل طبعا النهاردة بكل قوته أمام إمبولي، فهيقدر طبعا يفوز على إمبولي بمنتهى السهولة. فبنسبة كبيرة طبعا رغم حبي وتشجيعي للإنتر، ولكن أنا شايف خلاص كده نابولي مش هيسيب صدارة الدوري، لأن نابولي بعيد أوي 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 عن كل المتصدرين. نابولي فرق 15 نقطة، فالعملية أصبحت صعبة جدا على ميلان وعلى روما وعلى إنتر وعلى كل الفرق، وعلى يوفنتوس طبعا أكتر، لأن بعد ما تم خصم منه 15 نقطة كمان فخلاص كده يوفنتوس كمان ممكن يبقى خارج دوري الأبطال بنسبة كبيرة، زي ما خرج السنة دي طبعا في المجموعات، لكن ممكن ما يتأهلش زيه زي ليفربول ما قلتلكوا عليه. طبعا ده بالنسبة للدوري الإيطالي. نروح نبص طبعا أخيرا وآخر جزء في الحلقة على الدوري الألماني، وطبعا الفرق
اللي بنحبها جدا في الدوري الألماني هو طبعا فريق بايرن ميونخ، وبرضك نبص بص على بروسيا دورتموند وعلى معظم الفرق. طبعا النهاردة بروسيا دورتموند داخل في مباراة أمام فريق هاونفيم. طبعا فريق هاونفيم ده طبعا فريق مش قوي خالص، فريق في المركز ال15 مع 19 نقطة. دورتموند عنده فرصة كويسة لأنه يعتبر متساوي مع البايرن في عدد النقاط، ولكن الفرق بينه وبين البايرن هو طبعا بايرن هو متفوق طبعا أولا بالمواجهات المباشرة، ومتفوق بفرق الأهداف طبعا. بشكل ما في الدوري الألماني أتوقع تقريبا المواجهات المباشرة مش مؤثرة أوي، تقريبا هو فرق الأهداف هو اللي مؤثر طبعا، لأن فرق الأهداف لبايرن 40، فرق الأهداف لدورتموند 17. ولكن دورتموند طبعا عنده فرصة ذهبية لأن البايرن في الفترة الأخيرة مش أفضل أحواله. بايرن في آخر 5 مباريات اتعادل مباراتين، فاز مباراتين وخسر مباراة، فطبعا لسه خسران من بروسيا مونشن جلادباخ طبعا الأسبوع اللي فات. طبعا فده مؤثر سلبيا جدا على البايرن طبعا، ده غير إصابة مانويل نوير رغم إن سومر بيحاول يسد الفراغ، ولكن صعب شوية عليه العملية. نروح بقى إلى طبعا آخر حاجة في حلقتنا. طبعا البايرن هيلعب بكرة، فهيتم تحليل مباراته مع مباريات الغد. كده شباب تكون انتهت حلقتنا في قناة مغفلين خروف. في النهاية من شوف القناة، متابعة القناة واللايك ليصلكم كل جديد. كل التوفيق للأهلي والزمالك والفرق اللي بشجعها. شكرا شباب على المشاهدة.